هاوزي everybody. طبعا انا مستعجله قبل ماما تيجي. ليه مستعجله قبل ماما تيجي؟ مش هشرح، هعمل وصفه من ورا امي. يلا. طبعا محتاجه اشرح. في فتره معينه كده شفت وصفه هي كانت طالعه ترند، عامله شبه يعني هعمل فطيره، بس يعني فطيره محشيه، بس هي مقاديرها سهله بس امي مصعباها عليا. دقيق، رشه ملح، ورشه منك. طب يلا بينا. طبعا الحشوه انا بتمصلح بالبطاطس، فاحشيها بطاطس، ما تسالوش ازاي. هنجيب الطبق. بصراحه مش قادره احدد كميه الدقيق اللي اخدها، بس انا هعمل فطيره واحده عشان لو طلعت وحشه ما تعكش فيها. ومعلومه، انا ماليش في المعجنات او الحلويات، انا طبيخ بس، جاي سكه ودغري. بص انا حطيت حبه قد كده، مش عارفه هتفهموا ايه من قد كده اللي انا قلتها دي، بس ماشي. هنحط طبعا رشه ملح، وبرده زيها رشه سكر، بس كده. هعمل زي الناس الشاطره واخلط المواد الجافه اولا، مع ان هو ما كانش مطلوب مني ان اعمل كده، بس يعني نجتهد. وبرده هو في برضه هحط نقطه زيت يعني، بس كفايه يعني. قولوا مثلا معلقه زيت، وبرضه هنحط ميه، ما ينفعش اقلب كده. بجد ده المركز 1 المركز اول في التوتر يعني. عايزين بس نحط حبه حبه، هظبطها وجاي. بصوا انا فضلت اقلب فيها جامد، يعني اكني حطها على البتاعه بتاعه العجينه دي لحد ما تلزقش كده في الطبق، فاهمين؟ اللي هي تبقى قطعه واحده. دهنتها بقى بالزيت وركنتها على جنب تختمر، ربنا يثبتها. وهنعمل ايه؟ هنقلي بطاطس. امي عماله ترن عليا. هنجيب بس بطاطسايه واحده يعني على قد الفطيره، وهنقطعها بقى مكعبات قد كده، يعني عايزين نصغرها قوي عشان نعرف نحشيها. الضحكه دي يا ناس كوتي يا خلاص. سبت البطاطس تتقلي، فهنعمل ايه تاني من ورا ماما؟ اصل هو يوم بقى خربان. والله العظيم امي هتشوف الفيديو ده هتعملي كده، هي اول رياكشن كده وتهجم بقى، عادي. هنعمل ايه بقى؟ ايس كوفي، الشفشق بتاعنا اللطيف، وهنعملها بالقهوه بقى. انا مختلفه عن الاخر وبحبها على القهوه اكتر من نسكافيه. وهتقولي ليه امك ما بتحبكيش يعني انتي تعملي نسكافيه اسمه ده كوفي ميكس؟ علشان القهوه بتخليني ضعيفه. guess what، انا ضعيفه. القهوه كلنا نحب القهوه. هي واحده ريحتها هتفتح النفس يا جماعه. والله بقالي فتره ما بشربش قهوه. انا بعملها بالسكر وبالعسل الاتنين، يعني انا مختلفه برضو عن الاخر، وبجد انا بحب اخترع وبيطلع طعم حلو، مش مهم اعمل زي الناس ولا لا. القهوه بس نحط معلقه برضو ايه سكر. قلبها غزل وتثبيت، وانا مش بتاعت الشغلانه دي. حطينا معلقتين، انا اسف. طبعا ما عنديش المضرب بتاع الاغنياء ده، سوري للاغنياء يعني، فانا بعمله بالمعلقه لحد ما يجيب اجله، وخلاص ايدي تكون وجعتني حتى لو ما اتعملش عدل، بس المهم انه يتشرب. ريحته تفتح النفس. ناسف على بشاعه منظر الكوبايه، بس هنحط تلج. نحط بقى نتوصى بقى في التلج. بصوا بقول لكم انا هعمل الموضوع من ورا امي، فنتوصى في كل حاجه لان احنا مش هنكررها غير كمان شهرين. اظن كده هنشرب تلج بالايس كوفي. حطينا الميلك والميكس بقى. انا بحب اخليه غامق، ما بحبش اخليه فاتح. ندوق بقى. طعمه جلد عربيه. زودت سكر عشان كان عايز سكر يا سكر. طبعا بدات احس بالبود ده عادي، عشان كده امي بتقولي ما اشربش منه. طبعا مفيش كاتشب، فاحنا هنعمل حاجه شبه الكاتشب، عشان هو اصلا مش مطلوب مني من الوصفه ان انا احط كاتشب او صلصه او اي حاجه، بس انا هعملها فطيره محترمه بقى. هنجيب صلصتنا الغاليه، مش هنحط كتير، حلوه كده. وعايزين بقى البهارات. هنحط ثوم بودره، بصل بودره، اللي انا بشمه ده،
شطة ده اساسي. المشكلة انا بشمها عشان اتأكد ان دي البهارات ومناخيري بتوجعني. هنكتر في الشطة. انا بعمل كل حاجة غلط النهاردة. هنحط من البهار ده عشان ريحته حلوة هحط منه. اكتشفت ان البتاع ده اللي هو الاصفر اللي بيتحط على الرز اسمه كاري تقريبا، حلو احط منه. كمون حبيبنا طبعا احنا نسيناه وده مش ذوق مننا، بس كده مش كاتشب نهائي، بس المهم حطينا بحب يعني. نسينا الملح ودي قلة ذوق مننا، فنحط ملح. مش هنحط كتير يعني، هو اصلا الصلصة حادقة. واخر حاجة هنحط العسل، لان انا الفترة دي برضو بتمصلح بالعسل زي ما بتمصلح اسمه ايه ده، البطاطس. زي ما انتوا شايفين اصلا هي قربت تخلص او هي خلصانة يعني. شقلطنا البهار ده كله طب والله تحفة. طلعنا البطاطس المكركشة وهنسيبها على جنب، وهنبدأ بقى في العجينة. نجيب طبق مسطح نفرد عليه العجينة. فهنطلع العجينة كده اهو. مش عارفة انا بعمل ايه بصراحة، ومفروض ادهن السطح زيت، فهو اوريدي نزلت زيت، مش هنهدر في زيت عشان مامي متزعلش. كفاية ان هي زعلت ان انا عملت البتاع ده. فهنعمل كده نبططها، وطبعا ده هنعملها على طاسة. فبصوا هفردها وجاي. طبعا فردناها على قد ما نقدر. هننزل بالصلصة. عارفة انا ايه اللي بهببه ده، وفي الاخر يعني مش هعرف الفها، هفرد الصلصة. اوكي فردنا الصلصة. فهنحط شوية بطاطس. ما كترتش من البطاطس علشان اعرف اقفلها. فهنحط ايه، جبنه تركي. وسوري يا ماما انا هاخد حبه قد كده وهوريكي في الكاميرا، والله العظيم ما بعمل حاجه غلط. سوري ابقى على بشاعه المنظر، بس يعني انا بسمت لمامي اهو. ماما بكده بس كده يدولي شده بسيطه، مش عايزه حاجه تاني. طبعا ولعت على الطاسه على نار هاديه جدا. برضو هنعملها على نار هاديه لما نيجي، بس احنا هحاول اقفلها فربنا يستر. طبعا ايدي غسلها بميه او بزيت على اي يعني، ركزوا معايا الاخر. بص انا هقفلها اي كلام، بس المهم ان هي ما تعملش معايا اي حركه غلط كده يعني. مش عارفه اوصف من كتر التوتر اللي انا فيه حرفيا يعني. بصوا يعني هنحاول نضمها بقى يعني، اضمي بقى. بصوا ثواني، حطيتها على النار اهو. شكلها فظيع بس والله لا تتاكل. عن باقي الصلصه اللي عجبتني دي انا باكلها بباقي البطاطس. انا متفائله خير. انا حاسه ان ما علينا بالشكل، انا متفائله بالطعم مش بالشكل. طشت قلي عايزه اشرب الايس كوفي، بس انا ساندة التليفون عليه. الزيت بتاع البطاطس عمال يقلب جلوس. لحظه ادراك ان انا لو امي شافت الفيديو هعمل ايه. والله العظيم لسه مستوعبه. هي ريحتها تحفه بس الشكل. والله انا الريحه فظيعه. مش عارفه دي تقريبا من الصلصه اللي عملت الريحه دي. انا هعتمد الصلصه دي، مش عارفه امسكها المها منين. يا جماعه بصوا اعتبروها اومليت الصباح. والله ريحتها اكنها البتايز بتاعت البيتزا، مش البتايز سوري، بتاعت بره. نفس الريحه بالظبط، بنفس يعني. انا تقريبا جبت الوصفه السريه وانا بهبل معرفش، مش هتفهموا منها حاجه. ناكلها بقى. ما تكرفش، عرفنا ان انت بتطير على الحيطه بتمشي. تحفه. طبعا دي الوحيده اللي طلعت بص. والله تجربه جامده. باي.